الحل الوسط على مدغاديو. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحل الوسط. شعارنا دائما نسمعوا منكم، نوصلوا كلامكم ونجيبوا الجواب. هذا المساء اختارنا أننا نفتحوا ملف أو بلغة القانون قضية الأمن في جهة الدار البيضاء الكبرى. للإجابة عن تساؤلاتكم وشكاياتكم كنستضيفوا معنا السيد عبد الإله السعيد، عميد شرطة إقليمي ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن بجهة الدار البيضاء الكبرى. في البداية كنرحب بك سي عبد الإله. أهلا وسهلا، تحية مبادلة كذلك المستمعين الكرام. كنشكرك جزيل الشكر لقبولك الدعوة وتواصلك معنا للإجابة عن شكايات وأسئلة المواطنين. مساء الخير جواد. مساء الخير سكينة، ومساء الخير سي سعيد، وحنا سعداء بلقائك معنا وتشريفك لنا، ومساء الخير مستمعينا الكرام. إذن جواد، قبل لما نفتحوا باب الشكايات، في البداية سيد عبد الإله، كيفاش كتشوفوا واقع الأمن بجهة الدار البيضاء الكبرى؟ شكرا على الاستضافة. من جهتنا كمسؤول أمني غادي نحاولوا نوضحوا بعض المعطيات اللي كتهم الشأن الأمني، وبطبيعة الحال لأن الشأن الأمني كيهم قضايا المواطن في الحياة ديالو، في المعيشة ديالو، في السلامة ديالو، كل ما يرتبط بالتواجد ديالو أو الوجدان ديالو. يعني بصراحة الحالة الأمنية على مستوى مدينة الدار البيضاء غير مقلقة، لا شيء يخيف، متحكم فيها، كاين إشكاليات وكاين مواكبة التصدي لهذه الإشكاليات ديال الإجرام من طرف المصالح الأمنية. على العموم أن بكل موضوعية الإحصائيات تتأكد بأن كاين واحد التحكم، واحد الاحتواء ديال الجريمة بصفة عامة على مستوى ولاية الدار البيضاء الكبرى. ويمكن من خلال هذا البرنامج غادي نفسطوا المعطيات حسب الإحصائيات وحسب أنواع القضايا، ونحاولوا نشفيو الغليل التساؤلات ديال المواطنين. نشفيو غليل من خلال تساؤلات المواطنين. قبل ما نسمعوا شكايات المواطنين سي عبد الإله، شنو هي التزاماتكم أمام المواطن؟ التزام هو التزام وطني، التزام أخلاقي، التزام ديال الأمانة الملقاة على عاتق الأمنيين في حماية المواطن، في السلامة الجسدية ديالو، في الممتلكات ديالو، في الطمأنينة ديالو، في كل ما يرتبط بالحياة العامة ديالو. إذن الأمن عنده واحد المكانة، واحد الطبيعة خاصة بالنسبة للمواطن، وكنعطيوه واحد الاهتمام كبير على اعتبار بأن المواطن هو الصلب ديال العمليات اللي كتقوم بها المصالح الأمنية من أجل استتباب الأمن، ومن أجل الحفاظ على الطمأنينة ديالو، ومن أجل باش يشعر المواطن باش يزول داك الإحساس ديال انعدام الأمن اللي في الحقيقة هو يخلق واحد الهاجس المواطن، واش كاين الامن او ما كاينش، من خلال كتوقع امامه واحد الجريمه، حتى داك المواطن اللي ما معنيش بها كيتولد عنده داك الاحساس بانعدام الامن. وهاد العمليات حنا غادي نشرحوها بالتدريج من خلال التساؤلات ديالكم. الواضح السيد الإله يستبق الامور. غادي نتجه لك جواد، والسيد الإله اليوم واجد لينا باش يجاوب على شكايات المواطنين. في البدايه من خلال فقره جوجاب، اشنو اول ما جبتي لنا جواد؟ للصدفه فقط هذا الشيء اللي هضر عليه السي عبد الإله الاخير هو الالتزام بتوفير الطمأنينه والمواطن يحس بعدم الامن. سكينه وحنا كناخذوا الشهادات وحنا في الشارع البيضاوي باش ناخذوا الروبورتاج في الاعداد البرنامج الحل الوسط. ملي نزلنا للشارع البيضاوي سكينه باش ناخذوا كيف قلنا الشكايات ديال الناس بخصوص الجريمه في الدار البيضاء، تفاجئنا بعدد كبير ديال الناس خايفه. الناس خايفه، يعني الناس كيأكدوا لنا بانهم كيعيشوا في واحد الرعب حقيقي، كيعيشوا في الامن، كيحسوا بعدم الامان. يعني ما نقدرش نوصف لكم الشعور اللي وصفوه لنا الا باللسان ديالهم، ونسمعوا لهاد الشهادات سكينه. الحل الوسط. ما كاينش الامان نهائيا. بالنسبه لي انا دابا مرا خدامه الصباح كنخرج خايفه، حتى كيخرج معايا الزوج ديالي.
خايفه الشفار يطير لي الصاك ولا يجي يوقف عليا بالجنويه. هذا الشيء ولا عندنا شائع ولا عندنا عادي. طرات لك شي مره شي حاجه؟ طرات لي بزاف المرات، بزاف البنات عندنا حنا الشفار انا وتا كيوقف عليك بالموس اولا كيخطف لك بزاف. ممكن الكريساج والشفره هذا الشيء راه كنشوفوه صباح وعشيه. انا في حي مناشد في المسيره في حي الفلاح في لاله مريم، يعني بزاف المناطق. سيدي مؤمن الا جا عندك غير ضيف خاصك توصلو حتى المحطه تيركب. ما لا بغى يخرج يشرب قهوه خصو الكارد كور، خصو ضروري يكون ما يدي مع شي واحد كيعرفو. بنادم كيضرب شهرين 3 شهور كيخرج، شهرين 3 شهور، يعني هادشي ولا عندهم عادي. كما كنا كنعرفوا حنا واحد الوقت كتعرف ان الناس كبار هما اللي كيديروا، كانوا شي وحدين معصعصين هما اللي كيديروا هادشي هذا. دابا ولاو الدراري الصغار من 91 و90 89 وهنا غير الدراري الصغار كاع ما تقول انت مثلا ما تنويش في بان هذاك السيد راه كيكريسي، انت كتلقاه هو اللي واقف على واحد ولا وحده. دابا اصحاب الامن دايرين اللي عليهم، غير هو بنادم اللي كيشفر ولا كثير. يعني خص مثلا الا كانوا مثلا كيدوروا غير 4 ديتيات ولا 5 ولا 2 صافيطات، يعني خص المسائل تعزز، خاصها تكون واحد الدوريه مثلا دور بالليل، يعني دوريات ماشي غير دوريه. بالنسبه للصافيط وحده الا شدت مثلا مشات ل شهر وكتعطل كتلقى بنادم هنا يقدر يتشفر، يقدر بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للجريمه ارتفعت كثير مع الظروف. شوفوا يعني من هنا تقريبا كما قال 90 و92 ما بقى كانت الجريمه قصيره. دابا الجريمه كثرت نزلت بزاف، خصوصا الدراري ديال دابا. الدراري يزيد 92 93 درك كيبقى 12 عام 14 عام كيكريسي، وانهم كيتعاطوا المخدرات ولات بالانواع ديالها. يعني كيدري كيتقرقب كياخذ لك فين كيهز عليك سيف، كيطلعوا طوبيس كيكريسيو عليك الضو، طوبيس كيتكريسا كامل. يعني الانسان مابقاش امن حتى في الدار ديالو، يعني مابقاش انسان مريح في الدار ديالو ولا خايف. الانسان كتلحق واحد الوقت يعني 8 ديال لي صافي الانسان ما خصوش يبقى يخرج. الانسان الا بغى يخرج يعني شاف واحد الطريق بعيده خرج ليه طاكسي، وهو العرض ديال داك الطاكسي الامان حتى هو داك الطاكسي بلاصتو يمكن حتى هو يتكريسا. الظاهرات كثيره بعد اكثرين الايام هذه، وكنظر هذا الشيء راجع للامن. الراي ديالي ان الامن ما دايرش الواجب ديالو، يعني الامن يعني قليل. يعني خصنا نحسوا بالامن ديالنا، يعني نكونوا دايزين يعني في الشانطين نشوفوا بوليسي، كنحسوا بالامن نكونوا في الدروبه نلقاو بوليسي. هادشي ما لاقيينوش هادشي نهائيا. انتم كتعيشوا الجريمه يوميا؟ ماشي كنعيشوا يعني تقريبا ولات في الدم ديالنا، ولا الجريمه في الدم ديال الانسان دابا. يعني هبطنا المسيره راه اش نقول لك، راه لعل كترضى بانواعها. كتلقى عصابه كدور كتدخل انت كاينه عصابه كدور انت واحد يشافرك راه كاينه عصابه حاضيه باش هذاك الانسان يشفر كيبقى يخرج سليم. تجي تهضر معاه ينوضوك 5 6 باش انت ما تهضرش. هادشي علاش كثرت الجريمه. وانا كنتمنى يعني من يكون الامن، تعزيز الامن هي كلشي. كنبقاو كلشي كنرجع النقطه كنا كنهضروا. هذه النقطه هو الامن خاصو يكون معزز في المدينه، خصوصا بعد في هذه الحي خصوصا الاحياء الشعبيه بصفه عامه، لا هنا لا في حي اخر لا في دار السلطان، في الاحياء الشعبيه كامله ما عطيهاش ديك الاهتمام الكبير. يعني كتقريبا يعني هذه المنطقه ديال احمد راه خاصها اش نقول لك، خاصها كوميساريه ماشي كوميساريه، خاصها راه كل واحد يعني يجي كل انسان خصنا نحطو قدامه بوليسي، كل فرد خاصنا نحطو قدامه بوليسي. هادشي ولا بزاف، حتى الناس المدن كيتقبلوا حاجه عاديه. ملي كتسمع هذا التشفار هذا التضراب هذا كتسمع بحال كتجيك كتسمعوا ديما كتجيك داك شي مساله عاديه بزاف. دابا اختك دابا كتقرب من راسك تقول لك تدا وتجي باش تبقى مقابله، ما يمكنش دابا ما تبقاش ديك الحريه في الطريق. الدريه غاده ما كتبقاش غاده بالحريه ديالها. امراه انا مؤخرا هنا في عمل بمسك سيدي عثمان هنا في حي الفلاح كان واحد قتل واحد بجنويه. الدريه ما بقاش كتخرج من 8 ديال الليل خصها تكريسها، غادا تكريسها. الا غادا غير الفرماسيان غادا تسخر خصها تكريسها، فلوس فرماسيان فلوس داكشي خصها تكريسها. من العيد دابا ما كاين قتال خسار، هذا الذبح هذا الدولي هذا وقف بالسيف حيد طاكسيات حبسهم كاملين، هذا 4 البريزات هذا شفر موطور وتقسمت ليه رجلو. واشي ولا كنشوفوا حنا عادي، ولا حنا رجال في عمر 30 عام وخايفين كنخافوا. الامن ما كاينش، كاين الامن هنا الشو كاين، ولكن كتلقى زنويه هزه واحد قالوا لي حيد. علاش هذاك مدوز واحد 5 سنين ديال الحبس في 5 سنين واش كيتخلعوا منه واش ما عرفتش. حيد حتى وداو 2 دراري زوينين مريحين داهم 48 ساعه خلاو والديهم الليل كامل كيقلبوا عليهم. بغينا الامن ديالنا يخدم بالحقوق، يخدم مزيان يقاد اللي يلقاني انا داير لافوت انا يديني انا نخلص. ها الزنويه نخلص هذيك الجنويه. واحد الزنويه يقولوا لي حيد ويدوني انا مريح مرتاح، كنطلبوا منهم يعاونونا ويوقفوا معنا وحنا رانا نوقفوا معاهم، واخا ما امن حنا نوقفوا معاهم ولكن يقدرونا. هاك شريات الراس عندنا حنا المسيره كيقول لها قيشه كتدخل لابس روح في الصاله كيزرموك يشفروا لك صحاوي الناس كتشوف عادي صافي. ولفنا الراجل لابس كيتكريس عليه كنشوفوه ولفنا حنا داكشي. بغينا شي يديروا شي حاجه يديروا شي حل هادشي. واش غنقول لك اخويا، انا من ناحيه الدائره ديال الكريساج والاجرام اللي كيتواجد يعني السبب الرئيسي هو يعني الجيل الجديد تعاطي المخدرات وتعاطي الحبوب الهروسه، يعني كيجعلوا كيشكلوا ان الانسان كيفعل شي حوايج اللي
ما كيشعرش بها، يعني يقدر يقتل، يقدر يشفر، يسرق، وهذا كيعود اول حاجه التربيه، والزائد الامن انه ما كاينش. ما كنسكنش هنا، ملي كنجي انا لكازا شويه كيكون شويه الخوف، ما عمرني ما شفت شي حاجه ولكن كنشوف انا كنحس بالخوف. نعم شفار هاد البلاصه ديما فيها هاد الشارع ادريس الحارثي ديما فيه شفاره، تيشفروا الرجاله تيشفروا البنات اللي غادي بوحدو في الطريق تيشفروه في النهار، والله الا في رمضان ديك النهار شفروا واحد خينا هنا جبدوا ليه فلوس من جيبه، بنادم كيشوف ما كيشوف حتى انا شفتهم وما هضرتش. كاين الامن بحال غيكونوا يتدخلوا، الا كان الامن كيتدخلوا، ولكن الا ما كنتيش حدا الامن ديما كتحس زعما بشي ديرونجما، ديما خايف. ملي كتوقع شي سرقه صراحه الا كانت شي سرقه انا حضرت ليها، الا كانت شي سرقه وكان شي بوليس ولا شي حاجه الامن كيكون الحمايه، ولكن الا ما كانش حداك ما كتكون لا حمايه لا والو. البوليس كيدير الخدمه ديالو، ولكن كاين نقص في الامن. راه عندك اصحاب الصقور وداك الشيء ملي كيشوفوا شي واحد كيتبعوه كيشدوه، وداك الشيء ما كافيش. لهذا كنطلبوا زياده ديال عدد رجال الامن وداك الشيء. وكاين مشكل اخر حتى بالنسبه دابا ديك السوق كيشدوا الدراري كيشدوا الشفاره كيديوهم، كتبقى سيمانه 4 ايام كتبقى خارج. ما كنخرجش انا اصلا، ما كنخرجش، ملي كنخرج معايا غير راجلي اصلا، ما كنخرجش على قبل كنخاف، لكن يعني اصلا عندي الخوف من بزاف. انا ملي كتخرج كتلقى غير الشفاره، وكيتلقى لك شي واحد يكريسيك ما كيعرفوك واش مزوجه واش معاك وليدات واش عندك ولا ما عندكش. تفاديت انا ما نخرجش، يعني كنخرج مع راجلي وصافي. خاف. لا ما كنخرجوش بالليل، فهمتيني، كتفادى انك تخرج بالليل. دابا واحد النوع ديال الكريساج ولا موديرن، ولاش الراجل كتعزلو وسط الناس، كتقدر تشك فيه بانه بوليسي ولا موظف، هو اصلا شفار عنده كتوبه ديالو، المهم لابس مزيان، تطلع للطوبيس تقول هذا هو اللي غنوقف حداه، هو انت مشيتي حداه خلاه وحده الجحر ديال التعابين. دابا كتلقى البوليس كثار السوقور وداك الشيء زعما خدامين، ولكن عمر البوليس بوحدو ما غيقدر يغار، فهمتي، يعني حنا خصنا نتعاونوا مع البوليس. ما كنحسش بالامان، فهمتي، الواحد خاصو يدخل بكري، ولينا كندخلوا بكري، ما فهمتي، ما عندكش الحق انك تبقى خارج الوقت اللي بغيتي. الحل الوسط. وبعد ما استمعنا لشكايات المواطنين ربما كتشمل محاور النقاش من خلال لقائنا اليوم برنامجكم الحل الوسط، شكايات اللي كتضمن السرقة، جريمة، الخوف. الناس السعد الإله ما حساش بالأمان، شنو هو جوابكم؟ حقيقة من خلال الاستماع للتساؤلات والشكايات والتدخلات ديال المواطنين، كاين هناك واحد التباين في الملاحظات ديالهم او في الاستفسارات ديالهم. يعني هذه طبيعه المجتمع على اختلاف الالوان والشرائح ديالو. كاين مواطن اللي كيتكلم تيقول لك هذا جيل جديد كيتعاطى لنمط جديد من الجريمه وكيرجع الاسباب للاخلاق والتربيه. كاين مواطن كيتدخل كيقول لك بالفعل ان الامن كيقوم بالواجب ديالو، وكنلاحظوا ان نفس المجرم كيقدر واحد العقوبه معينه ديال 2 أو 3 وكيعاود تلقاه في الشارع العام. كاين مواطن كيقول لك ودي الامن الا كان في هذاك المكان تيقوم بالواجب ديالو، وخصنا حنا نساعدوا الامن، نقدموا له يد المساعده باش يقوم بالعمل ديالو. كاين مواطن اللي كيطلب باش يكون واحد الامني في كل مكان، يعني كل مكان او كل حومه او كل محل او كل طوبيس او كل كذا خصو ارجو الامن. هنا هاد التساؤلات المتباينه حقيقه ما يمكنش ان كل رجل الامن غادي يكون في كل زنقه، في كل حومه، في كل طوبيس، في كل يعني. لكن بصراحه سعد الى واش ما كتخافش على ولادك انت اليوم في الشارع؟ لا اكيد ان الا مشينا تزولنا في الشارع هذه حالات معدوده ومحسوبه. انا شخصيا كنخاف على راسي بالليل. الا كتخافي ربما عندك الهاجس ديال انعدام الامن، ماشي ديال ان انت خايفه على راسك بان بالفعل انت مستهدفه. ربما من خلال اللي سمع هذا الترويج لهذه الحالات ديال بان اكيد غادي يولي عنده انطباع بان غادي يخاف. ولكن الا خرجنا دابا للسويقه، للشارع العام، للفضاءات العامه، غتلقى الناس مع اولادهم في الحدائق، غتلقاهم في اي شارع باي منطقه بغيتي بدون استثناء، غتلقى الناس كتزاول المهام ديالها بشكل عادي، سواء كان موظف كيغاضى الوظيفه ديالو. كاين ناس في 5 الصباح كيمشيو يصليو في الجامع، كاين ناس في 5 الصباح كيمشيو للاكري يتقضاو المسائل ديالهم، وكاين سيدات في 5 الصباح ينتوجوا للعمل وتعرضوا للاغتصاب، وكاين سيدات اللي خرجوا تعرضوا للكريساج، وكاين سيدات اللي تعرضوا للتعنيف في الشارع. هذا لا يعني ان غادي يكون هناك تعميم بان الا وقعت واحد الحاله
ما غاديش نعموا على واحد العدد ديال الملايين ديال المواطنين على مدى كلهم ضحايا ديال الاغتصاب. وهذا في المقابل كاين احياء شعبيه السي عبد الاله اللي كنخافوا منها، هي في الحقيقه اللي انت داخل في الباب وانت مهدد. ربما في الحقيقه ماشي قضيه امن، هذه قضيه يعني ذاك الوضع العام ديال هذاك الحي. ربما ديك الطبيعه ديال التكوين ديالو، لا الجغرافي ولا البنيوي ولا الاجتماعي ولا الاقتصادي ولا النوع ديال الشريحه اللي كتعيش فيه، ربما كتخلق هذه الهاله ديال الهاجس. اما هذاك الحي ساكنين فيه الناس، فاتحين فيه محلات تجاريه ديالهم، وفيهم موظفين كيمشيو في الصباح للخدمه ديالهم. ربما ما نقولوا شيء ان بين قوسين حي مهمش او حي يبقى تقليدي او حي ينتمي للمدينه القديمه كيخلع، بالعكس حتى هو فيه مواطنين وفيه ابناء صغار وكيمشيو للمدرسه. والا غتقول لي حتى واحد ما بقى يمشي يخدم، حتى واحد ما بقى كيدي ولادو للمدرسه، هذه حالات معزوله. تقرون بان كاينه احياء اللي كتخلع كيف ما قلت؟ لا عينتي المدينه القديمه، قلت لك مثلا هذيك الطبيعه ديالها، نعم. ديال التكوين ديالها من حيث التراث، من حيث البنيان، من حيث طبيعه العيش فيها، لان كتختلف مثلا عن الطبيعه اللي هي وسط المدينه الحضاريه. اذا كل حي الا عنده طبيعته، هذا لا يعني انه كيخلع. انا قلت لك بالعكس، هذاك الحي الشعبي اللي في التصور ديال البعض بانه كيخلع، فيه ناس فاتحين محلات تجاريه، فيه ناس يزاولون حياتهم العاديه بشكل عادي، لا مع الابناء ديالهم لا مع الازواج لا مع الاصدقاء، كيسافروا كيجيو كيعيدوا كيضحكوا كيديروا المناسبات كيحتفلوا. والا لو وضعنا هذه الصوره، اذا هذاك الحي اسود، ما كاين الناس ما كتنعش، ما كتاكل، ما كتخدم، ما كتحتفل، ولادها ما كيمشيوش للمدرسه، ما كيمشيو للمستشفيات، لا ما يمكنش. هذه حالات اللي هي معزوله. والامن وضع الخطه الاستراتيجيه ديالو اللي وضعتها في الاصل المديريه العامه وكتواكبها وكتحدثها، يعني التحديث ديالها، وكتقوم بالمراقبه ديالها باش يتم التطبيق ديالها على ارض الواقع، قصد التصدي للجريمه وكل مظاهر ديال الانحراف اينما كانت. وتجندات لهذه الغايه واحد العدد ديال الوسائل اللي هي اصلا متاحه، سواء كانت بشريه او ماديه او لوجستيكيه، وكتكون العناصر ديالها في هذا الميدان الطريقه ديال استتباب الامن والتصدي للجريمه، وكتخلق واحد المنهجيه جديده في المديريه العامه للامن الوطني، بمعنى جميع المصالح الامنيه خصها تنهج واحد الحكامه امنيه اللي تكون هادفه وواضحه المعالم باش تباشر المهام ديالها وتكسب ثقه المواطن من خلال قاعده ديال القرب والتواصل. ومن بعد التواصل كتجي التشارك، كما شار عليه هذا المواطن في التدخل ديالو، تيقول لك الامن يقوم بالواجب ديالو وحنا خصنا نساعدوه اكيد. لان الا عطيتك الاحصائيات اللي كنتوفروا عليها وهي احصائيات رسميه ودقيقه وموضوعيه، غادي نلقاو بان الامن بالفعل كيقوم بالواجب ديالو. لا حنا ما كنلغيوش بلي الامن كيقوم بواجبه، والا غتكون فوضى. لكن المواطن اليوم، واش في نظركم السي عبد الاله، المواطن اليوم يقدر يدافع على واحد اخر؟ اليوم الا شفتي السيف قدامك ما تقدرش تتكلم، ما غتقدرش. ربما هاد الامور اللي كانت ما ولاتش اليوم. لا اسمحي لي، حتى الا وقع شي مشكل يجيو البوليس، غيولي هذاك اللي ضرب ولا اللي شد اللي دار الجريمه هو اللي متابع عوض المجرم. لا اسمحي لي، انا لا اقصد بان المواطن ولو انه في القانون يخول له الحق في التدخل، ولكن دون ما يعرض السلامه ديالو الخطر. الا كان في الامكان ديالو كانوا جوج الاشخاص او ثلاثه كشهود، من حقهم يتدخلوا. اي مواطن من حقه يضبط اي لص، ما يمكنش يخليه يمشي بحال اللي وقعت له هو. ولكن انا ما كنعنيش بهذا هو بيت القصيد بان اي مواطن خصو هو اللي يتدخل وهو اللي يقوم بالامن. انت تقول المساعده ديال الامن في الاداء ديال المهام ديالو، شي غير التبليغ في حد ذاته مساعده ديال الامن. الفهم ديال الواقع الامني وطريقه الاشتغال ديالو في الحقيقه حتى هي مساعده من المواطن. حنا الان كنلتمسوا من المواطن يكون قريب من الامن، ما بقاش داك الامن القديم اللي كيديو عليه واحد الصوره. كاين ناس مثقفين، كاين ناس اللي عندهم مستويات عاليه في التخصصات وفي التكوينات، كاين ناس اللي منفتحين على المواطن وعلى المجتمع بصفه عامه، الناس اللي كيستقبلوهم بالشكايات ويقضيوا الواجب ديالو. ما نساوش بان الامنيين اثناء المباشره المهام ديالهم كيعرضوا الحياه ديالهم اصلا للخطر. وكم من موظف امني ولا من شرطي اللي توفى بسبب التدخل ديالو لحمايه الارواح ديال المواطنين. البوليس كيخدم بالليل وبالنهار حمايه على الارواح ديال المواطنين. اذا هذه الاشكاليات ملي كنقول لك على سبيل المثال هذه السرقات اللي هي بالفعل هي اللي على مستوى مدينه الدار البيضاء هي اللي يعني هي الهاجس ديال المواطن، خاصه السرقات بالخطف. وغير كان ممكن يعني سي عبد الاله ما نفصلوش في هذه النقطه، لاننا غنستمعوا لشهاده الناس في هذه النقطه. غير انا قبل ما نمشيو للمحور الثاني،
كيفاش كتجاوب على المواطن اللي تيقول اليوم انا ما كنحش بالامن، خايف نخرج بالزنقه، خايف تخرج بنتي بوحده خصني نديها للمدرسه ونرجعها، خايف انني نتواصل مع الشارع في وقت متاخر لانه ممكن تعرض حياتي للخطر، ماشي بالضروري السرقه ولكن ممكن تعرض للقتل، ممكن تعرض الجريمه اللي تكون ابشع وابشع. لا في الحقيقه ما نعطوش كاع هاد الصوره السوداء الواقع الحال الامني على مستوى مدينه الدار البيضاء، والدليل ان مدينه الدار كيعيشوا فيها الملايين وإلا بغيتي نديرو جوله كاع يعني على الهواء مباشر في الشارع العام وتشوف الناس كيفاش كتعيش عادي، كل واحد كيقوم بالمهام ديالو. كاين هاجس ما يسمى بانعدام الامن، يعني الانسان الا شاف حاله معينه قدامه حتى هو كيتولد عنده هذا الشعور، الا غير صاحبه او زميل ديالو او حد من الاصدقاء او من العائله كيعاود له واحد القصه وقعت حتى هو كيتولد عنده هذاك الشعور ديال انعدام الامن، رغم انه في الحقيقه هو عايش في الامن في الاصل وبعيد على كل بعد على هذيك الحاله اللي وقعت لهذاك الشخص اللي هو من المعارف ديالو. اذا حقيقه ان المواطن خصو يشعر بالامن ويفتخر بالامن اللي عنده على مستوى مدينه الدار البيضاء، وكل شيء كيلاحظ يعني الحركيه والتواجد. في الحقيقه كاينه اكراهات ما يمكنش تغطي كل نقطه وكل مكان، ولكن كاينه سياسه ديال حسن التدبير ديال الموارد اللي هي متاحه، داكشي اللي عندك كتخدم به، لان هذا الشيء الا غادي نتكلموا على الامكانيات فهي تتجاوز ولايه الامن ديال الدار البيضاء وكتجاوز حتى المديريه العامه على المستوى المركزي، لان هذه سياسه عامه ديال الدوله فيها ميزانيه وفيها برلمان وفيها تخصيص وفيها كذا وكذا، ولكن في الامكانيات اللي عندنا حسن التدبير ديالها كنستطيعوا نغطيو. الا عطيتك التقسيم مثلا ديال مدينه الدار البيضاء التقسيم الامني، عندنا واحد المجموعه ديال المناطق الامنيه، يعني امن قائم بذاته، كتلقى فيه الشرطه القضائيه، فيه الامن العمومي، فيه الناس ديال كما تيقولوا ديال لا سيركيلاسيون، فيه ديال لا كارت ناسيونال، فيه جميع المصالح، بمعنى الا قلت لك كاين الحي الحسني، كاين المنطقه الامنيه ديال انفا، كاين المنطقه ديال عين السبع، كاين المنطقه ديال الفيدا، كاين المنطقه ديال عين الشوق، كاين بن مسيك، كاين واحد العدد ديال المناطق، وهذه المناطق مجهزه وعندها العناصر الكافيه ديالها باش كتخلق يعني بحال واحد الاكتفاء ذاتي ديالها، باش تحكم في ديك المنطقه اللي هي خاضعه للنفوذ ديالها من حيث لا سيركيلاسيون، من حيث الشرطه القضائيه ديالها، من حيث يعني عاطينهم الامكانيات. ووقت ما كيكون شي منطقه من المناطق يعني في حاجه لواحد الدعم، يمكن واحد الظاهره موسميه بانت او تلاحظ واحد الارتفاع في ميدان معين من الجريمه، كنوجهوا لها الدعم من باقي المناطق، او حتى على المستوى ديال المديريه العامه كتوجه لنا الدعم لا البشري ديال العناصر ولا حتى ديال اللوجيستيك، اما السيارات اما الدراجات، وكيدخلوا في هذيك المنطقه اللي بانت فيها هذيك الظاهره باش يساعدوها على التغطيه الامنيه. وممكن ان هذا الاجرام يتحول مثلا يولي مثلا كان كيوقع بالنهار وكيولي كيوقع بالليل. اذا حتى الامن كيوضع خطط بديله كتغير على حساب المتغيرات ديال الجريمه اللي عندنا. الى هذوك المجرمين كيقوموا بهذه الاعمال مثلا في الزوال واكتشفوا بان الامن ولا كيترصد لهم في هذه الاماكن وكيلقي عليهم القبض، كيحولوا الانشطه ديالهم مثلا الليل. نفس الشيء ان الامن هو توضع خطط لهذه الحالات الممكنه. نعم. واذا سمحتي لي سيد عبد الاله سعيد، انطلاقا من الاجابات ديالك غنتجه مره اخرى عند زميل جواد الطاهري، مره اخرى جاء وجاب. دائما سكينه في اطار الجريمه، هذه المره غادي نمشيو للجريمه من نوع خاص هي السرقه، وخصوصا السرقه بالخطف. دراجات ناريه الان ولات كتجول في شوارع العاصمه الاقتصاديه بالليل وحتى بالنهار القهار كيف كنقولوا، راكبين عليها جوج ديال المجرمين، الاول كيسوق والثاني كيخطف وكيروع المواطنين وكيخلق الرعب. يعني هذه الوسيله، هذه الدراجه الناريه ماطر ربما اللي بمحركات قويه كتسبق في بعض الاحيان الدراجات حتى ديال الشرطه، ولات كتروع الناس. هذه القضيه ديال الخطف وسرقه السلاسل وسرقه يعني الفتيات اللي كيخدموا مثلا في الشركات مع الصباح ولا الوقت اللي كيتخلصوا. هذه المساله ديال السرقه بالناس اللي تلقينا فيها شكايات نسمعوا لهم. الحل الوسط. تربى فيهم هذا الفيز ديال يلبس مزيان ويبان واعر في الدرب، خصو يركب على موطور ويهبط هو صاحبه، حيدوا لدريه التليفون ولا حيدوا لها سنسله ومشي هبطوا لجهه الشارع تيكون كبير، شارع رسمي كبير، تكون الدريات كثار هبطوا للكليه المدينه. كاين اللي رجلو تيدفر دابا اكثر ولاو تيدفروا، تيجيك من اللور تيمشي ديك الجيب اللي عامر وتيخشي
وتيدفعك حتى على وجهك، تنشوف هو داك الشيء وتيلوحك حتى على وجهك. هذه اللي ولات مشهوره. السرقه ديما عين بيننا. مثلا اللي فيها القضيه الشفره بالماطر وهذه الزيروكات كامله في اي بلاصه الزيروكات حي السلامه يديروا طال ماكسا يديروا فهمتيني ماطر يولوا يشفروا. شحال من واحد دابا تيقرا عنده موطور الدراري بحال هكذا كاين دراري اللي عندهم ماطر تيشفروا وتيتشدوا وتيخرجوا وتيعاودوا عاوتاني نفس العمليه تيركبوا على ماطر اللي من دراجه ناريه كامله لا صغيره لا كبيره. قدر يشفرها بيكالا بسكيه تيشفر. انا شفت واحد شفر بسكيه فهمتي ما وصلك يعني هذاك مالو ما عندوش شي بديل. ديك المدينه الجديده الا بغيتها تقطع دوك صحاب الطريق ناري بالليل اصاحبي تمشي لدوك فين الشيشان لا شي يقول الشيشان ترى باللي والله لا دزتي من تما والله صافيت طافيت هي ما تقدش تمشي تم شي صافيت ما تقدش تمشي لذاك القد وقطاطعيه راه كاينين شي كنوز اخو ما عمري شفتهم. حتى الا بغيتي تخرج تقضي شي غراب بالليل ولا شي حاجه خصك تهز معاك حتى السيف ولا زرواطه ولا ديك ديال الضوء ومن غير ديك المناطق البورجوازيه راه باينين بحال شارع الفا بحال شارع المسيره بحال هذيك الناس تما راه البلايص المهمشه حتى من الامن تتشوف بنادم تتشوف بالنهار ماشي تملي بالنهار تتشوفو تيدكريسه قدامك ما تقدرش تهضر اش غد بوحدك تشوف تتعيا تحت راسك كل زين وتا انا راه غنطيح في هذاك الموقف اللي طايح فيه داك السيد واحد النهار غنطيح فيه. الحل الوسط. يعني شهادات نوعا ما صادمه ولكن كنقول واقع. على اي حال بالمناسبه جواد وانت كتستقي الشهادات تعرضتي لمحاوله سرقه في وسط الاحياء بطبيعه الحال وعشتي هذا الموقف. اكيد اللي مشى لهذيك الاحياء الخطيره ما يمكن ليه يتعرض لمحاولات سرقه. انا كنت خايف الاكثر ما خايف على راسي خايف على السونورات المانيطو ديال الاذاعه. وانطلاقا من اجاباتك معليش الحمد لله رجعتي السلام. ابتداء من جوابك جواد غنرجع عند السيد عبد الاله السعيد. يعني المواطنين مستائين من هذا الواقع من حقهم لانه الانسان مادام تيخرج للشارع بطبيعه الحال ما كنلغيوش حنا دور الامن حتى لا نفهم خطا لانه كيقوم بدوره ولكن هذه الممارسات كاينه اليوم. الانسان في النهار القهار يمكن يتعرض للسرقه يمكن يتعرض للتهديد بالسلاح الابيض. واش اليوم الناس ما بقاتش خايفه من العقوبه او لا فين كاين الخلل؟ نعاود نكمل التتمه ديال باش ما يبقاش المصالح الامن دائما في واخا سيدي مرحبا. انا كنتكلموا بكل مصداقيه وبكل موضوعيه. نعم هاد الحالات شائعه في جميع المجتمعات كما تكون متحضره ومتخلفه في العالم كله. كاين الجريمه ما حتى واحد ما غادي يقول ما كايناش ولا غادي نعيشوا في المدينه الفاضله ولكن كاين مسببات وكاين اكراهات. المصالح الامنيه على سبيل الذكر غادي نبدا لك من 4 ايام ديال شهر غشت 2012 وهاد الايقافات اللي تمت خاصه بالمصالح ديال الشرطه القضائيه ما كتدخلش فيها الامن العمومي اللي فيها دوائر الشرطه. مثلا في ظرف 4 ايام كيتلقى القبض على 260 شخص في حال التلبس بالجريمه بالشارع العام. الاشخاص اللي مبحوث عليهم 249 شخص. هذه في 4 ديال الايام. الا غادي من بعد اوت كاين لو موا د سبتمبر فهاد شو تنبيه مده شهر كله تلقى القبض على 1407 ديال الاشخاص في حال التلبس بالجريمه بالشارع العام. وتلقى القبض على 1390 شخص اللي مبحوث عليه مختلف الجرائم. كيتبعوا شهر اكتوبر كيتم القاء القبض على 1148 شخص في حال التلبس بالجريمه بالشارع العام وكيتم ايقاف 1336 شخص مبحوث عليه. حتى الى غايه من 1 حتى لهاد 14 نوفمبر تم ايقاف 527 شخص في حال التلبس هادشي في الشارع العام وتم ايقاف 588 شخص مبحوث عليه. المجموع من 28 اوت حتى ل 14 نوفمبر تم ايقاف 3342 شخص في حال التلبس بالجريمه وتم ايقاف 3563 شخص مبحوث عليه. هذه ارقام اللي هي واقعيه كتاكد وكتجسد التدخلات. ملي تنقولوا في حال التلبس يعني كاين تدخلات امنيه وقائيه
يعني كتشد الجريمه في حال التلبس. وهي ارقام مخيفه سبب ليله على العموم كيف ما كان الحال. هي كتبقى للناس ديال علم الاجتماع باش يديروا المقاربه ما بين عدد السكان وما بين الجريمه وما بين وكاين نفس العدد تقريبا ديال الاشخاص اللي مبحوث عليهم، بمعنى ان الشخص ملي كيرتكب واحد الجريمه ما كنخليوش يمشي في حاله، طبيعه الحال كنقلبوا عليه باي وسيله من الوسائل باش يطلق عليه القبض، باش توضع حد للنشاط ديالو، ما يبقاش كيستمر في الجريمه ديالو. اذا الا عطيتك هذه الارقام ديال 3342 في حال التلبس و 3563 شخص مبحوث عليه، هذه في مده ديال شهرين ونصف، يعني كاينه واحد الحركيه كبيره ديال المصالح الامنيه. الا سمحتي نعطيك حتى على مستوى ديال 9 الاشهر ديال 2012 مع 9 الاشهر ديال 2011 باش نعرفوا اشنو اللي كاين. اذا عندنا من شهر 1 حتى 9 2012 تسجلت 68379 قضيه، خلافا 2011 تسجلت 63656 قضيه بزياده ديال 7.4%. ولكن هذه الزياده لا تعني بان كاينه زياده في الاجرام، لا، هي عندها واحد تحليل وقراءه ثانيه. اولا هذا الارتفاع اللي كاين في العدد كيرجع بالاساس ثلاثه العوامل. العامل الاول ان الحل ديال بعض القضايا اللي كتعود لسنه 2008 2007 2003 2005 السنوات الماضيه تم الحل ديالها في 2012. شيء طبيعي انها كتسجل في 2012 كيتزاد العدد. نعم. اشخاص اللي مبحوث عليهم من اجل قضايا معينه ديال السنوات حتى هي ماضيه قديمه كيتسجلوا على اعتبار انهم تلقى عليهم في 2012 كيتزاد الرقم كيطلع. عندنا ما يسمى بالمبادره الامنيه، لينيسياتيف بوليسيير. يمكن لك تجمع اي مسؤول امني يجمع مجموعه ديال الفرق المتدخله او الباحثه او ديال المحققين، كيوجههم لواحد المكان معين باش يلقيو القبض او يقوموا بواحد العمليه امنيه في هذاك المكان. نعم. على مستوى الولايه. هذه القضيه اللي غيدخلوا فيها ما مسجلاش كشكايه عند مصالح الامن ديال المواطن او قضيه معينه، ولكن مبادره امنيه. كيمشيو كيجيبوا مثلا الناس مدوزين ممنوعات او مخفيين شي سرقات اللي يمكن توقع في اي مدينه وكيشدوهم كيجيبوهم من المصلحه الولايه، كتزاد حتى هي في التسجيل وفي العدد ديال الارقام ديال 2012. نعم. يعني كيطلع العدد ولكن كاين بعض القراءات اللي كتقول قد ما طلع العدد قد ما تزاد الاجرام، هو العكس، المردوديه هي اللي طلعت. نعم. يعني السبب اله احنا مع الارقام، مرحبا بالارقام. غير هو المواطن اليوم حتى الا تعرض للسرقه في بعض الاحيان كيبدا يقول واش نمشي نديكلاري ولا بلاش. لا اسمحي لي نكمل لك واحد النقطه مهمه غير باش نتقدموا في النقاش. مرحبا. ما مثلا هذه احصائيات عندنا وحنا المديريه العامه انفتحت على المحيط ديالها بما فيها وسائل الاعلام وبما فيها المواطن، خصو يفهم هذه القضيه هذه. ملي تنقولوا القضايا الماسه بالاشخاص، القضايا الماسه بالاشخاص هي اللي كتمسوا في الذات ديالو، مثلا ملي كيتعرض لواحد الاعتداء. في هذا 2012 كاين عندنا واحد انخفاض ديال 9.2%. المواطن ما كيلمسهاش ولكن هي كاينه في الواقع بطبيعه الحال، لان المواطن ما عندوش لغه الارقام، هو المواطن كيشوف الاشياء الملموسه بعينيه. من خلال تنشكركم على هذا البرنامج لان بالفعل كيوصلنا مع المواطن، كنعطيهم بعض الحقائق اللي هما كيجهلوها. نعم. باش نعم. ما يحكمش على الصوره ولكن يحكم على الباطن، على الحقيقه شنو اللي بطبيعه كاينه. الحال هو الهدف هو اننا نفتحوا نقاش مع المواطن ومع الجهه المسؤوله حتى اننا نجاوبوا على هذه الشكايات وما يثير المواطن بطبيعه الحال. لانه هنا غنرجع لجوج النقاط ما جاوبتينيش عليهم السيد الاله، ما غنعتبرهاش تهرب ولكن نعتبرها الحاح انك تبين الصوره. فالنقطه الاولى هو انه ملي كنتعرضوا لسرقات بهذه الطريقه في النهار القهار كيف ما قلنا، الناس اليوم ولاو تيقولوا واش الناس ما بقاوش كيخافوا من الجريمه، ما بقاوش كيخافوا من المعاقبه، واش المعاقبه ما بقاتش دايره مفعولها في هاد الناس. ثاني حاجه، المواطن اليوم امام السرقات المتكرره ولا تيقولوا انا مشيت كاع درت بلغت، امتى غيوصلوا لهذا الشفار؟ واش غيوصلوا له ولا مشى لي داكشي انا اللي سرق ليا وغنولي في طالع وغادي وجاي وفي الاخير ما غنوصلش للنتيجه. اللهم نتكحاز اللور. حتى الا دخل المواطن في حاله سرقه في بعض الاحيان كيلقى نفسه امام مشكل، بحيث انه ممكن الانسان الا شاف مواطنه ولا اعتبرها اخته ولا اعتبرها امه ولا اعتبرها بنته كيتعداو عليها في الشارع، ممكن انه يدخل بطريقه عنيفه. هنا كتولي المتابعه في حقه هو. هاد الامور كلها كتخلي المواطن امام خوف مستمر
من اللص او من السارق، وامام يعني يفسح المجال لانتشار هذا النوع من الممارسات. حتى اليوم في النهار القهار كنلقاو ناس هازين السيوفه وواقفين على بنات الناس. انا تنقول بان المصالح الامنيه هي واعيه بهذه الاشكاليات الامنيه اللي كيشوفها المواطن. كتوضع واحد الخطط معينه في اطار استراتيجيه متكامله. كاينه الخطه الاولى هي تكون استراتيجيه استباقيه، كتجمع واحد المعطيات على واحد الحدث معين او واحد ظاهره معينه، وكتحاول تجمع المعطيات حول هاد الحاله، وكيتم التحليل والدراسه ديالها. على سبيل الذكر ملي جا التحليل ان المديريه غاديه في التحديث ديال الوسائل ديال العمل ديالها، كما شفنا تخلقات الشرطه العلميه والتقنيه وعطات واحد نتائج جد ايجابيه كقيمه مضافه بالنسبه للاعمال الامنيه بصفه عامه. كذلك تخلقات مصالح اللي كتسمى بتحليل المعطيات الجنائيه، وفيها موظفين امنيين متخصصين في علم الاجرام، في علم النفس الجنائي، في علم الاحصائيات، في علم الجريمه بصفه عامه، وكتوضع واحد الخريطه ديال الاجرام اللي كتم الدراسه من خلال اشنو كيوقع في المدينه. وطبيعة الحال هي مجهودات كلها إلا سمحتي لي مقبولة وتحسب للأمنيين. إذن ملي نحلوا هذه المعطيات كيكون عندك التدخل على ضوء معطيات اللي هي علمية ودقيقة. ولكن أنا المواطن العادي اليوم في الشارع سي عبد الإله كنتعرض للكريساج، كنتعرض للمضايقات في الشارع. شوفي أنا نقول لك احنا كنتحولوا وكنواجهوا الإجرام كيف ما كان النوع ديالو، سواء في مكان او في مكان ثاني او تغير الوقت ديالو. يعني حنا بالتصدي هاد المجرمين هادو اللي كيستعملوا هاد الدراجات الناريه اكيد هو في الحقيقه ضعيف في شخصيته، لان كيستعمل واحد الوسيله هي اللي كترجع منه واحد الشخص اكثر من الحجم ديالو، بحكم انه كيستعمل واحد الدراجه ناريه فائقه السرعه وكيتحوز بواحد السكين، كيستغل ضحايا اللي هما لا حول لهم، او كيستغل المفاجاه بحكم انه كيفاجئوا، لان هذه هي الظاهره اللي ولا لا استعمل الى حتى الجنوي ولا حتى الموس ندويو بالمعقول. واخا تكون الشخصيه قويه تتعيا حتى الجنويره ما غتقدرش تقاوم. لا انا تنقول لك بالنسبه لهذاك الشخص تيرتكب الفعل، بالنسبه حتى للفرد اللي هو في مواجهه. اذا هذا الشخص كيستعمل هذه الاساليب، يعني كيستعن بالدراجه الناريه والسلاح الابيض. كذلك المصالح الامنيه كتواكب هذه العمليه ملي لاحظت هذا التطور في هذه النوعيه، حتى هي ولات عندنا دابا الدعم من الاداره العامه اللي وجهت لنا واحد المجموعه ديال الدراجات الناريه من الحجم الكبير اللي كتفوق السرعات هما ديال هذوك الاشخاص اللي كيستعملوا مثلا لي تي ماكس او غير ذلك، وخلقات شرطه اضافيه واللي هي الشرطه الرقميه او لا بوليس نيميريك، يعني لي كاميرا ولاو حتى هما كيتبعوا الاجرام على مستوى الشارع العام. لكن ماشي جهات الدار البيضاء كلها على العموم نسبيا في المناطق الحيويه. لا ماشي الحيويه، لا المناطق اللي هي مهمه امنيا، يمكن تكون غير فضاء خالي. شنو المقصود مهمه امنيا؟ مهمه امنيا مثلا كاين بعض الاماكن اللي كاميرا شدات بعض الجونات في 3 الصباح كيقطعوا لي كابل ديال التليفون من مثلا من القوادس في الليل، وشداتهم لي كاميرا وبلغوا. ولكن واش حي الشعبي فين ساكنه انا ماشي مهم امنيا؟ لا سمحي لي ماشي تنقول ماشي مهم امنيا، نعم تنقول لك بالنسبه لي كاميرا، لان هذا المشروع غادي يتوسع باش يشمل جميع المناطق، ولكن من الناحيه الامنيه لا انا متيقن بان الحي ديالكم فيه دائره ديال الامن، يمكن فيه مركز ديال الشرطه، يمكن فيه بوليسي ساكن حداك، لان حتى البوليس هما بحالهم بحال الشرائح الاجتماعيه، ما نقولوش مدينه شعبيه ما غاديش حتى هي فيها الامنيين ساكنين، وحتى هي تابعه لها كوميساريه، وحتى هي تابعه لمنطقه امنيه، وحتى هي كتحظى بالنصيب ديالها من الناحيه الامنيه. اذا باش ما يكونش واحد التفريق ملي كنقولوا ديك الارقام بان شدينا العدد وكتقول لي كاين الخطط الاستباقيه، وكاين الخطه التفاعليه، وكاين الخطه الوقائيه، وكاين الخطه الزجاجيه كتجي هي في نهايه المطاف ملي كيرتكب الفعل شيء طبيعي ان خصو يتعاقبوه وخصو يشدوه باي وجه كان.